أول رد فعل من حسين الشحات على الانتقال للاتحاد الليبي بعد ما خرج إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد الليبي، وقال إن ناديه بيقترب من التعاقد مع لاعب من صفوف النادي الأهلي، وده قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الليبي. فخرج مصدر في النادي الأهلي وقال إن اللاعب ده هو حسين الشحات، وإن بالفعل دخل الاتحاد الليبي في مفاوضات مباشرة مع اللاعب، وده لأن حسين الشحات عقده هينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مجانا مع أي نادي بداية من يناير اللي جاي. ولكن كان رد فعل حسين الشحات انه متردد لغايه دلوقتي انه يسيب الاهلي، وده رغم انه قال قبل كده انه ما عندوش مشكله في خوض تجربه احترافيه جديده، ولكنه حاليا وساعه الجد متردد بشده، وده الحب الشديد للنادي الاهلي. ولكنه عنده مشكله كبيره حاليا، وهي انه عارف انه لو قعد في الاهلي مش هيشارك بشكل منتظم، وده بسبب الوفره العدديه الشديده في مركز الجناح في النادي الاهلي. وبيتقال ان الاتجاه حاليا انه ممكن يجدد مع الاهلي موسم كمان ويطلع اعاره بعدها لفريق الاتحاد الليبي. في وجهة نظرك يا معلم، هل انت مع رحيل حسين الشحات عن الاهلي ولا لا؟ انا عن نفسي ضد القرار ده جدا، ولكن مش مهم رايي انا، مهم رايك انت. سيبولي في التعليقات.